ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني في قناتي. النهارده اللوك بتاعنا سيمبل قوي زي ما انتم شايفين كده. حاجه بسيطه قوي للبنت اللي قاعده في البيت حابه تحط ميك اب، للي نازله الشغل الصبح وما عندهاش وقت تحط حاجات كتير، للبنت اللي رايحه الجامعه وحابه يبقى منظرها حلو برضو بسيط في نفس الوقت. الفيديو بتاع النهارده اشتراك مع قناه دودو للجمال والطبخ، وزي ما هو باين من الاسم هي قناه للجمال وللطبخ. هتلاقي وصفات للشعر وللبشره، وهتلاقي كمان وصفات طبيخ واكلات حلوه خالص. صاحبتها بنوته لذيذه خالص. ما تنسوش بعد ما تخلصوا تتفرجوا على الفيديو تدوسوا لايك وسبسكرايب طبعا للشانل بتاعتي، تعملوا شير عشان صحابكم كلهم يشوفوا القناه، تروحوا القناه دودو تتفرجوا على الفيديو بتاعها. النهارده هي عامله لنا ماسك او وصفه لماسك بيشيل الرؤوس السوداء او النقط السوداء. دلوقتي هيظهر اللوجو بتاع القناه بتاعتها على الشاشه. بنات ما تنسوش تشتركوا في قناتها، هي بنوته جميله وقناتها جميله جدا زيها. حابين تشوفوا انا عملت اللوك ده ازاي؟ يلا بينا. حاجه هنبتدي بيها الكريم الاساس. لو انتي بتنزلي شغل او بتنزلي جامعه او عايزه الميك اب ده للنهار، يبقى يستخدم الفاونديشن بتاعك يكون خفيف على قد ما تقدري، ويستحسن يكون بيبي كريم. لو ما عندكيش بيبي كريم استخدمي اي فاونديشن خفيف، تغطيته خفيفه، لان احنا مش محتاجين تغطيه تقيله قوي بالنهار. انا النهارده استخدم من اوريفلام البيبي كريم اسمه سكين دريم، ده SPF 30. البيبي كريم بتاع اوريفلام ده انا جربته وهو مش وحش، بس الدرجات بتاعته وحشه. زي ما انتم شايفين يبان شويه ان هو سنة افتح من بشرتي، بس هو المفروض ان ده لون بشرتي بالظبط. انا عندي مشكله شويه معاه، بس هو مش وحش. هو تغطيته زي ما انتم شايفين مش فول كفرج. هو عموما البيبي كريم مش فول كفرج او تغطيته مش عاليه قوي، يبقى تغطيته بسيطه. بس مشكلتي مع بتاع ايروفلام الدرجات بتاعته مش مظبوطه خالص. يعني المفروض ان انا بيبقى ميديوم في كل الفاونديشنز او كل البيبي كريم. المشكله احنا هنظبطه دلوقتي ونظبط الدنيا خالص. استخدم النهارده من ميبلين سوبر ستاي 24 hours. انا ما ببقى خارجه ببقى عايزه حاجه تقعد معايا شويه وقت طويل، وبتاع ميبلين ده شويه بيقعد معايا وقت اطول. انتي ليكي الحريه تختاري اي بديل. يعني انا لاحظت حاجه بنات في الكونسيلر ده بتاع ميبلين، هو عشان بيقعد وقت اطول فهو بينشف بسرعه. فخلي بالك لو عندك الكونسيلر ده انتي اول ما تحطيه توزعيه على طول، لان انا حطيته مره واستنيت لقيته نشف على بشرتي، واضطريت ان انا ادمج جامد قوي او ادعك بالفرشه. ومعنى ان انتي تدعكي في حته حساسه زي تحت عينيكي مش كويس خالص، بيكسر عينيكي، وفي نفس الوقت يعني بتحسي ان عينيكي وجعاكي والجلد اللي تحت عينيكي التهب. فلو انتي عندك الكونسيلر ده هو حلو قوي وبيقعد، بس مشكلته ان هو بينشف بسرعه. فلو عندك الكونسيلر ده تحطيه وتثبتيه بسرعه. بالنسبه للكريم الاساس او ازاي تحطي كريم الاساس، لو ما عندكيش اي سفنجه من اللي احنا بنبلها ونستخدمها على وشنا، ممكن تستخدمي الفرشه. لو ما عندكيش الفرشه تقدري تحطي بصوابعك عادي جدا، بس توزعي كويس، لان يعني مشكله الايدين شويه ان هي او الفرشه بتعلم او بتبصم على وشك. لو هتستخدمي ايديكي او الفرشه استخدمي او وزعي كويس قوي لغايه لما يندمج وما تحسيش ان يديكي وش فلولس او مفيش خطوط، مفيش علامه للفرشه او لصوابعك على وشك. انا كده خلصت البيز زي ما انتم شايفين. حطينا كريم الاساس وحطينا دارينا الهالات. لازم زي ما قلنا في الفيديو بتاع الكونسيلر لازم عموما نثبت الميك اب بتاعنا. للبنات اللي بتنزل او عندها الشغل احسن حاجه تقعد معاكي طول اليوم هي البودره بتاعت ريميل ستيمر. طبعا في حاجات تانية من ماركات تانية، بس بتاعت ريميل حلو قوي لانها ترانسبيرنت، سعرها كويس، بتمتص الدهون الزياده في الوش. تيجي طول اليوم مش محتاجه تعملي تاتشات على وشك، فعشان كده انا بحبها لو خارجه الصبح، دي احسن حل ليكي للدهون. وخصوصا لو بشرتك دهنيه زودي شويه على الحتت اللي بيطلع فيها دهون زياده. حلو قوي للبشره الدهنيه او المختلطه اللي عندها التي زون. انا البشره الجافه ما تكترش منها قوي، لان هي
هتبقى باينه كأن منظر كيكي او منظر وشك كأنه عليه بودره كتير. فحطي منها بس مش كتير، ويستحسن تستخدمي اللوز باودر بتاعتها. انا هبتدي اثبت بيها الميك اب بتاعي كله تحت عينيا وبقيه وشي، وخصوصا الحته بتاعه التي زون اللي اكتر حته بتطلع فيها دهون. برضو بالسبونشة، انتي ممكن تستخدمي عندك فرشة، تستخدمي السبونشة اللي يريح. النهارده كمان هحط منها فوق عيني، علشان ده هيبقى الاساس بتاعي اللي هبتدي اشتغل عليه. او زي ما انتوا شايفين كده، مبقاش اي حاجة في وشي فيها مشكلة، لا هالات ولا فوق عينيا اللون مختلف. طيب انا كده ثبت الميك اب بتاعي. طيب خلينا نكمل بقية وشنا. انا كده عم حطيت كريم الاساس شويه بتداري معالم وشي، فانا هبتدي ارجع ابرز تاني معالم وشي، علشان احنا نازلين بالنهار، فانا مش هعمل حاجه كونتور قوي او مش هعمل كونتور اصلا، هعمل حاجه اسمها برونزنج. يعني ايه؟ يعني انا هبتدي ادي لخدودي ومعالم وشي لون يرجعه للحياه تاني زي ما بنقول. هستخدم برونزر بتاعي ده من لوريال اسمه جلام برونز لاتيرا، وهستخدم اي انجل براش زي ما انتوا شايفين كده، وجزء بسيط خالص ابتدي احطه واوزعه، مش بحطه على تحت عظمة الخد زي ما بنقول عشان نعمل كونتور، لا ده انا بوزعه كله في الحتة دي كده. زي ما انتوا شايفين خفيف خالص، بس ابتدى يرجع تاني لخدودي لون. دي برضو بتبقى حيلة يا بنات، انتي لو كريم الاساس بتاعك افتح منك شوية، تبتدي بالبرونزر او بالبودرة بتاعت الكونتور بتاعتك تقدري تعملي كده في الاماكن في وشي. يعني انا حطيت هنا فابتدى يغمق الحتة دي، حطيت في راسي زي ما انتوا شايفين كده، فابتدى يدي يعادل شوية اللون اللي انا حطاه، وكمان من تحت من هنا على مناخيري، مش كونتور على قد ما انا بعمل برضو بديها لون. فانا حاطه حاجه خفيفه خالص زي ما انتوا شايفين كده، كاني مش حاطه حاجه بس ابتدى يحدد مناخيري. بالنسبه للرجوج، انتي لو مش حابه تحطي رجوج الصبح اوكي، انا ببقى حابه ان انا دي بس شويه خدودي لون، فبختار لون خفيف خالص. انا اخترت الدرجه دي من ايسنس، لون هادي خالص على مشمشي. الدرجه دي اسمها 10 بيتش مي اب، درجة على مشمشي بس خفيفة خالص. خليني اعمل لها سواتش على ايدي، بصوا هادية خالص خالص، وتمشي مع كل درجات البشرة، لو انتي فاتحة لو انتي قمحية. فباخد بالفرشة بتاعتي حاجة بسيطة خالص، وابتدي احط على خدودي، مجرد اديته لون. طبعا انتي لو مش حابه تحطي بلاشر خالص برضو دي حاجه بتاعتك، بس يعني انا بحب حتى يبقى فيه نضاره كده او وشي فيه لون. للهايلايت يفضل الصبح بلاش الحاجات القويه او اللي فيها الشمر زياده. انتي بتبقي نازله في الشمس، واول ما تبتدي تعرضي للشمس يبقى فيها الالوان دي بتلمع قوي بزياده، وبتحسي ان انتي كانك رايحه فرح، فيستحسن حاجه هاديه الصبح. وكمان لو مش حابه تستخدمي هايلايت برضو براحتك، انا برضو حابه ادي شويه كده نضاره برضو لوشي. هستخدم من الباليت بتاعت زمانايزر سيسترز، هستخدم اللون النحاسي ده، وهدمجه شويه مع الروز زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي احط على خدودي من فوق. احنا مش هنستخدم حاجات كتير، لان برضو احنا لو نازلين الصبح بنبقى
مش لسه هقعد ادور على الميك اب، فمجرد الحاجات البسيطه بتاعتي انا هتصرف. انا هاخد البرونزر بتاعي اللي عملت بيه عينيا، وهاخد اي فرشه ممكن تحطي بايديكي، وهبتدي احط حاجه بسيطه خالص على اخر عيني واخش بيه جوه، اخر عيني واخش بيه جوه. انتوا شايفين كده يا بنات، انا مجرد اديت لعينيا لون، ما عملتش حاجه صعبه قوي. لو حابه تحطي حاجه على جفنك هنحط مع بعض، لو مش حابه ممكن تسيبيه كده، هيبقى برده شكلك حلو. ممكن تستخدمي البلاشر اللي احنا استخدمناه وبصوابعك من غير اي فرش، وتبتدي تحطيه على جفنك. نفس الحكايه في العين التانية. بس احنا كده خلصنا. لجوه عينيا هستخدم قلم كحل عادي خالص، وابتدي احطه جوه عينيا. لو ما عندكيش، لو انتي عينيكي ضيقه بلاش الاسود، استخدمي قلم بيج او قلم ازرق جوه عينيكي. لو عينيكي كويسه او مش ضيقه ممكن تحطي اسود. عموما القلم جوه العين بيدي احساس ان احنا صاحيين، او بيدي احساس ان انتي عينيكي مفتوحه. فوق العين او تحت العين مش هتفرق، بس احنا بنبقى مستعجلين الصبح وعايزين حاجه في الانجاز كده، فاحسن حل ان احنا نحط من جوه عينينا كحل زي ما قلت لك على حسب شكل عينيكي. اوازن اللي عملته فوق عينيا باللي تحت. هبتدي اخد البرونزر بتاعي اللون البني وبفرشه، وهبتدي بس من تحت عينيا هعمل خط كده باللون البني. ده بيعمل حاجتين. اول حاجه بيدي دفى العينيا زي ما انتم شايفين كده، بيكمل اللوك اللي انا عملته فوق. تاني حاجه علشان لو الكحل ساح مني يلاقي حاجه تحتيها يمسك فيها، فما يسيحش على بقيه وشك. خلص بيت عينينا، نحط تاتش بسيط من الماسكارا فوق وتحت، اي ماسكارا عندك. كده خلصنا عينينا. للروج النهارده انا هستخدم اللون البيتش شويه، او اللي هو على مشمشي شويه ده. وايه هحط درجه دي هاديه خالص كده من فوقيه علشان يغمق معايا اللون شويه. انتي لو حواجبك خفيفه او محتاجه تديها لون ومش محتاجه ترسمي قوي، او ما عندكيش وقت ترسمي قوي، ممكن تستخدمي ماسكارة الحواجب. الدرجه انا دي درجتي. اي ماركه انتي عايزاها بس تكوني مجرباها قبل كده. مجرد ما تحطي بس كده عليها وتنزلي اديتك لون وكثافه للحواجب بتاعت. اتمنى يكون اللوك كان بسيط بالنسبه لكم واستفدتوا منه. اتمنى كمان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للشانل بتاعتي عشان يوصلكوا كل حاجه جديده. وما تنسوش تقولي في الكومنتات تحت ايه رايكم في اللوك، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.